اول ما شافوني بحط الجبنه على الرز البايت قالوا عليا اتجننت. وصفاتها غريبة واختراعاتها ملهاش حل، وبتعمل من بواقي الأكل تحف فنية ومعجنات، ومش هتصدق إن كرواسون اتعمل من بواقي رز ومكرونة، وتحسها الخالق الناطق من الفنانة انتصار. وعملت مشروع كبدة وخسرت فيه. حكاية الشيف شيماء حسني صاحبة بيجي مطبخ مامي الحلوة، إزاي اتشهرت وإزاي بتعمل من بواقي الأكل معجنات، وليه شبهوها بانتصار، ومفاجأة عن مشروعها الصغير مع سلفتها. كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. عملت مشروع أحلامها وخسرت فيه بسبب حماتها، وبتعشق الأكلات الترند والجديدة، والمحتوى بتاعها مش شبه أي حد على السوشيال ميديا، ومختلف تماما عن باقي الشيفات. كلامنا هنا عن الشيف شيماء حسني صاحبة بيج ماما الحلوة، واللي بتعمل أكلات جديدة واختراعات من بواقي الأكل اللي يمكن أول مرة نسمع عنها. الشيف شيماء عملت مشروع أحلامها وهو الأكل البيتي، وشاركت سلفتها فيه وعملته تحت البيت في اسكندرية، وهو سندوتشات كبدة بالخلطة السرية بتاعتها. وكانت الزباين بتيجي ليها من كل حتة علشان الكبدة بتاعتها اللي مفيش زيها، بس حماتها حبت تشاركهم فالموضوع وسع منهم فقفلت المشروع، ولسه مكملة في حلمها وناوية تعمل مشروع الأكل البيتي برقم رمزي لحد ما واحدة واحدة يكبر ويبقى مطعم بتاعها وباسمها مامي الحلوة، واللي وش السعد عليها في شهرتها. الشيف شيماء عملت بكيلو ليمون أحلى صوص مخلل جنب الأكل، وحقيقي اختراع زي الطحينة والمخلل. هي عملت صوص الليمون بالفلفل، وده سلقته الأول وبعدين ضربته في الخلاط واتحط في البرطمان. الشيف شيماء احلى حاجه فيها بتشجع ستات البيوت انهم ما يرموش الاكل البايت خالص، ويعملوا منه اكلات جديده اقتصاديه وفي نفس الوقت توفر معاهم وما تاخدش وقت كبير. الشيف شيماء عملت من طبق الرز البايت كرواسون، ايوه زي ما سمعتوا كده، حطت عليه جبنه وسابته يسخن وبعدين لحد ما بقى عجينه، وعملت منه صاج كبير. ومش هتصدق انها عملت من قشر المانجا جيلي بدل ما تشتريه من بره، عملته كله في البيت طبيعي في طبيعي من غير اي مواد حافظه. وطبعا الكل عارف ان اكله السمك بتبقى مكلفه بره، هي عملت صينيه الفوسفور ترند اللي ب 10000 جنيه في المطعم بنص الثمن في البيت، وفي نفس الوقت حاجه نظيفه وجودتها احلى. الشيف شيماء طحنت الفشار في الكبه وعملت كيكه بالشوكولاته بخطوه واحده بس، وفي نفس الوقت ما اخدتش منها وقت. رمت الطماطم في الزيت علشان تعمل اختراع هندي وسميته شكشوكه هندي، عباره عن طماطم مقليه في الزيت وعليها خضار وبيض وموتزاريلا وبألف هنا وشفا. وعلشان تسهل على ست البيت الخزين طلعت خزنت ليها الورق عنب بطريقه سهله وتخليها تنجزه في وقت قصير، وهي علقته بخرطوم وحطته في ميه وبعدين طلعته يتحط على الفريزر. اظن مفيش اسهل من كده. واما بقى عن الاختراع اللي مش متوقع خالص انه يتعمل بالطريقه دي وفي نفس الوقت توفري في كميه الدقيق، هي عملت من طبق مكرونه بالصلصه بايت عجينه بوريك بحبه البركه، ومفيش حد صدق ان ممكن ده يتعمل بالشكل ده. وعلشان توفر في الوقت غلت الرنجه في ميه وقهوه وكانت ولا اروع. وعلشان تساعد ست البيت اكتر انها توفر في المصروف عملت وليمه لحمه ومكرونه ب 75 جنيه بس، وكفت 20 فرد والكل اتبسط واكل. وعملت ترند الجاتو الغطسانه، وده كنايه طبعا انها متغرقه في جيلي وشكلها شبه فعلا البحر او الميه الشفافه، وكان شكلها حلو قوي ومغري يخليك عايز تدخل معاها المطبخ. الشيف شيماء قدرت في وقت قصير تحقق نجاح كبير على تيك توك، ومتابعينها من كل حته في مصر والعالم العربي وبيعشقوا وصفاتها المختلفه تماما. المتابعين دايما بيحسوها شبه الفنانه انتصار من كتر ما هي شبهها في الشكل وفي الصوت كمان، لان صوتها مميز وشبهها جدا. يا ترى جربت اختراعات بواقي الاكل من مامي الحلوه ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.